انضم نيوكلاس المحلل الاداء بنادي البرج الدنماركي الى الجهاز الفني بالنادي الاهلي بقياده تروب. في دوري ابطال افريقيا الاهلي يفوز على ايجي النوار البولندي بهدف نظيف في الظهور الاول لتروب. محمد شريف مهاجم الفريق شعر بالام في العضله الضامه وتم استبداله مع بدايه الشوط الثاني للحفاظ على اللاعب، ومحمد شريف سوف يخضع لفحص طبي للوقوف على حجم الاصابه والاطمئنان على حالته. بعثه الاهلي توجهت مباشره بعد نهايه المباراه من الملعب الى المطار الدولي في رحله العوده الى القاهره، وتصل بعثه الاهلي في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد. وكيل محمود بنتاج يعلن التقدم بشكوى ضد نادي الزمالك للفيفا خلال الايام المقبله، ويؤكد انه اهدر وقت كبير مع اداره الزمالك ودفعوا 75,000 يورو فقط من مستحقات اللاعب المتاخره. شوبير يؤكد ان الاهلي سيتفاوض مع اليو ديانج بشرط النادي او بالعرض الذي سيقدمه النادي، واذا وافق سيستمر واذا رفض سيتم توجيه الشكر للاعب. والاهلي وضع عينه على اكثر من لاعب لتعويض رحيل اليو ديانج سواء من الدوري المحلي او خارجه، ووضع سقفا للتعاقدات في الفتره المقبله ولن يبرم سوى الصفقات التي يحتاجها الفريق فقط. ياسين منصور يؤكد ان الخطيب تعبان واتقال له لازم ترتاح، وكان هناك مفاضله بين ترشحي على رئاسه الاهلي او النائب، لكن قلت للخطيب انا عايزك تبقى رئيس لاني ما اقدرش اجي من بره مره واحده كده، ومحتاج من 3 ل 6 شهور اعرف ايه اللي جوه. يواجه النادي الاهلي نظيره ايجي النوار البولندي في اياب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. المباراه بعد القادمه للنادي الاهلي والمقرر اقامتها في تمام الساعه 8 مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 اكتوبر. الجهاز المعاون يقترح على تروب فكره اراحه ياسر ابراهيم مباراه كل فتره لتجنب الاصابات المتكرره للاعب. نشر امام عاشور لاعب وسط النادي الاهلي صوره عبر حسابه على انستجرام يظهر فيها خلال ذبح عجل، وعلق عليها قائلا هذا من فضل رب. المباراه القادمه للنادي الاهلي ستكون امام الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم الاربعاء القادم في تمام 5 مساء. الاتحاد السكندري يرصد مكافاه 50,000 جنيه لكل لاعب في حاله الفوز على الاهلي في المباراه القادمه. نتائج مباريات اليوم في الدوري والانديه المصريه. لو وصلت للاخر ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاه على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.